قلنا شفنا مؤخرا انه بنك المغرب قرر انه يخرج واحد الطبعه جديده ديال الاوراق النقديه، وخصوصا من الفئه ديال 100 درهم، ومن الفئه ديال 50 درهم، ومن الفئه ديال 20 درهم، ومن الفئه ديال 10 دراهم، ومن الفئه ديال 5 دراهم، ومن الفئه ديال درهم، ومن الفئه ديال 20 سنتيم، ومن الفئه ديال 10 سنتيم. يعني بمعنى واحد اخر انه الطبعه ديال الاوراق النقديه القديمه اللي كنا كنعرفوا من 100 درهم، 50 درهم، 200 درهم الى اخره، هذيك الطبعه كامله غادي تغير وما غاديش تبقى تخرج ديك الطبعه نهائيا. وكذلك في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا علاش قرر بنك المغرب انه يغير الطبعه، وشنو هما اهم الحوايج اللي تزادوا في هذه الاوراق النقديه، وعلاش كيدلوا، وشنو هو السبب اللي خلاو انه يديروا هذه التغييرات هذه في هذه الاوراق النقديه. وكذلك غادي نشوف في هذا الفيديو علاش المغرب كيقلب على ان الناس ما يبقاوش يستعملوا الكاش بزاف. يعني فاش يمشي يشري واحد الحاجه من الحانوت، ولا يمشي يشري شي حاجه من السوبر مارشي، ولا يمشي اي بلاصه يمشي يشري، ما يبقاش يخلص كاش، غادي خصو يبقى عنده الربح انه يخلص يعني بلا كارت كيشي ديالو. يعني هذيك لاكارت بونكير ديالو تخلص بها في التي بي او، سواء تخلص بالهاتف ديالك، المهم ما تبقاش تخلص بالكاش. شنو هما الطرق اللي ولاو تيقترحوا انهم يديروهم باش يخليو ان الاغلبيه ديال المغاربه يوليو تيخلصوا بلا كارت كيشي ديالهم؟ اذا هادشي كامل غادي نشوفوه ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. اذا من بعد الانترو وغادي نكملوا. اول حاجه الا لاحظتوا معايا في هذه الاوراق النقديه الجديده، ولا حتى ال 10 دراهم ولا 5 دراهم، اول حاجه غتلاحظوا معايا انها كتدل على مجموعه ديال الاشياء. منها اهم هاد الاشياء اللي كتدل عليهم هاد الاوراق النقديه، واللي هي التنميه الاقتصاديه والثقافيه والفنيه والرياضيه، واخر حاجه واهم حاجه واللي هي عندها علاقه بالصحراء المغربيه. يعني هذه اهم حاجه اللي كتركز عليهم المغرب حاليا، لدرجه انها اضطرت انها ديرهم في الاوراق النقديه ديالها باش تبين للعالم كامل بزاف د الحوايج انه المغرب فعلا غادي في واحد الطريق اللي هي صحيحه. يعني غادي في التقدم، غادي في الازدهار، بزاف د الحوايج تغيروا في المغرب، بزاف د الحوايج تبدلوا في المغرب. المغرب ديال شحال هادي ماشي هو المغرب حاليا. المغرب ولا واحد القوه، المغرب مازال غادي يولي قوي اكثر من اللي كان. يعني المغرب غادي كيتطور، المغرب غادي كيبدل بزاف د الحوايج، المغرب غادي كيطور بزاف ديال الحوايج، وهذا الشيء كله كيبان في مجموعه ديال المجالات وفي مجموعه ديال الاشياء. كيف ما كنشوفوا مؤخرا ان المغرب فعلا يقدر يحقق واحد الارقام اللي هي خياليه في مجموعه الاشياء، سواء في مجال الرياضه، سواء في مجال الفن، سواء في مجال الاقتصاد. الاقتصاد اهم حاجه كنركز عليها واللي هي الاقتصاد. يعني الاقتصاد المغربي تغير بواحد الدرجه اللي هي كبيره. المغرب قدر انه يرد الاقتصاد ديالو ما بين اقوى الاقتصادات اللي كاينين في القاره الافريقيه. يعني فعلا المغرب قدر يدير بلاصتو في القاره الافريقيه وبقوه، وغادي يولي داير بلاصتو في العالم كامل بطبيعه الحال. بزاف د الحوايج غادي نهضروا عليهم في فيديو واحد اخر، علاش المغرب فعلا غادي يولي الاقتصاد ديالو اقوى اقتصاد ما بين الاقتصادات العالميه. يعني هادشي كامل غادي نحاول نديرو له واحد الفيديو واحد اخر وغادي نهضروا عليه. دابا غادي نكملوا في الفيديو ديالنا. وكذلك ثاني حاجه واهم حاجه، والمغرب بحالو بحال اي دوله في العالم تيحارب تزوير العمله ديالو. وكيف ما لاحظنا مؤخرا انه مجموعه ديال الاشخاص ولاو تيقدروا انهم يزوروا العمله النقديه. يعني ولات العمله النقديه كيقدروا يزوروها بواحد الطريقه اللي هي سهله. اذا باش يحيدوا لهم هذا الشيء كامل، قرروا انهم يبدلوا العمله ديالهم، يبدلوا بزاف د الحوايج في العمله، يديروا بزاف د الحوايج اللي هما صعابين باش انك تقدر تزور هذيك الورقه النقديه. ولاو كيديروا فيها بزاف د الحوايج اللي صعيب بزاف باش انك تقدر تزور هذيك الورقه النقديه. لحقاش دائما اي دوله كتحاول انها تطور الورقه النقديه ديالها باش حتى حد ما يقدر انه يزور واحده اخرى بحالها ولا يخرج واحده اخرى بحالها، وكيلقى واحد الصعوبه كبيره. حتى الا كان ديجا زور شي حاجه اخرى تيكون داك الشيء كامل ضاع له ومشى له. يعني دابا درنا ورقه نقديه جديده وصعيب بزاف باش انك تخرج بحال هاد الورقه هادي. غادي ندوزو نشوفو علاش المغرب ولا بنك المغرب باغي ان بزاف ديال المواطنين المغاربه انهم يبقاو يخلصوا بلا كارت، ما يبقاوش يخلصوا بالكاش. لا، بغاو ان اي واحد يمشي يشري، اي واحد يمشي يتغدى في شي بلاصه، يمشي يخلص بلا كارت كيجي ديالو. رغم ان هذه واحد الحاجه كتبان لي شي حاجه اللي هي صعيبه، شي حاجه اللي هي صعيبه خصوصا في هذا العصر هذا انها تطبق حاليا. انا غادي نقول لكم علاش صعيبه.
أول حاجة مجموعة ديال المحلات التجارية، خصوصًا كنهضر على في وسط مثلًا في وسط الأحياء الشعبية، ما غاتلقاش مول الحانوت عنده TPE، ما غاديش تمشي عند مثلًا شي خطار تلقى عنده TPE، ما غاديش تمشي فين كتلقى الTPE؟ كتلقاه مثلًا في لي ستاسيون ديال الغازوال، كتلقاه مثلًا في السوبر مارشي، كتلقاه مثلًا في المحلات اللي معروفة بحال المحلات مثلًا ديال بيع الملابس اللي كتكون معروفة وكتكون كبيرة. حتى إلا مشينا للمدينة ولا شي حاجة ما كنلقاوش الناس نهائيًا أنهم كيستعملوا الTPE. الأغلبية ديال الناس اللي كيديروا التجارة مثلًا في الحوايج، كيديروا التجارة في أي حاجة، مثلًا كيف ما قلت لكم هبطنا غير للمدينة، قليل بزاف اللي غتلقى أنه كيستعمل الTPE. الأغلبية كيستعملوا غير الكاش، ولحقاش إلا بغيتي تطبّق هاد الشي هذا غادي خصك أي محل غادي خصو يكون عنده الTPE ديالو، أي محل غادي خصك تفرض عليه أنه يدير واحد الTPE ديالو باش الناس يبقاو يخلصوا بلا كارت كيشي. هادي أول حاجة. تاني حاجة هو أنه صعيب باش أنك تقنع الناس كاملين أنهم يمشيو يبقاو يخلصوا بلا كارت كيشي. كاين اللي غيقول لك أنا ما باغيش أخويا نستعمل هاد الكارت كيشي. كاينين بعض الناس اللي فعلًا أميين ما غيعرفوش أصلًا كيفاش يستعملوا هذاك لاكارت كيشي، ما غيعرفوش حتى الطريقة كيفاش كتستعمل هذاك الكارت كيشي. كاين حتى الآن بعض الناس ما كيحطوش الفلوس ديالهم في البنكة، كاينين بزاف ديال الناس كيشد الفلوس ديالهم يا إما كيخبّعها في دارو، يا إما عنده واحد البلاصة ديالو ما كيعرف حتى شي واحد كيخبّع فيها الفلوس، تيقول لك أنا البنكة ما نحطش فيها الفلوس ديالي، أنا البنكة ما نديرش فيها الفلوس ديالي. أنا شخصيًا كنعرف بزاف ديال الناس ما كيبغيوش يحطوا الفلوس ديالهم في البنكة، تيقول لك أنا نحطهم في أي بلاصة والبنكة ما نحطش فيها الفلوس ديالي. يعني صعيب بزاف باش أنك ترد الناس كاملين تيخلصوا بلا كارت كيشي. يعني إلا بغيتي تشري غير باكيطة غادي تخلص كاش، هذه واحد الحاجة اللي هي صعيبة بحال كيما كاينة في أوروبا. فعلًا إلا بغيتي تشري غير باكيطة تقدر أنك المهم تشري أي حاجة، أبسط حاجة واخا تكون كدير غير بدرهم تقدر تشريها بلا كارت كيشي. ولكن في المغرب صعيب أنك باش تطبّق هاد الحاجة لحقاش كيف ما قلت لك أن بعض الناس ما داخلهمش الفكرة نهائيًا أنه يستعمل هاديك الكارطة، ولا ما داخلوش الفكرة نهائيًا أنه يمشي يحط أصلًا فلوسه في البنكة باش يمشي يخلّص لك هو بلا كارت كيشي. طرحوا واحد الفكرة باش أنهم يخليو الناس أكثرية ديال الناس أنهم يبقاو يخلصوا بلا كارت كيشي. قال لك أسيدي أنه مثلًا تمشي لواحد السوبر مارشي وبغيتي تشري مثلًا، إلا كنتِ مثلًا غتخلّص بالكاش ما غتخلّصش بنفس الثمن اللي شفتي أنت تمايا، مثلًا غتخلّص بالكاش غتخلّص أكثر. ولكن إلا كنتِ غتخلّص بلا كارت كيشي غادي نديروا لك نفس الثمن ونقدروا نقصوا لك من هذاك الثمن باش نشجعوك أنك تخلّص بكارت كيشي. لحقاش باش تفهم واحد القضية، أنه فاش كتخلّص بكارت كيشي فراه الشركة ولا داك السوبر مارشي كيخلّص واحد القيمة ديال التيفيا ديال الضريبة كيخلّصها للدولة. هذه هي الربح اللي كاين للدولة، أنه فاش كتخلّص بكارت كيشي هاداك السوبر مارشي كيخلّص واحد الضريبة للدولة. يعني أنت فاش كتخلّص بالكاش الدولة ما كتستافد حتى شي حاجة، ما كتربح حتى شي حاجة نهائيًا، أنت كتخلّص غير بالكاش. ولكن كيف ما قلت لك راه صعيبة بزاف، صعيب بزاف باش أن المحلات كاملين تقنعهم أنهم يدخلوا واحد TPE عندهم للحانوت وحتى هما يبقاو يخلصوا لك الضريبة. يعني واحد الحاجة اللي هي صعيبة بزاف وخاصة الخدمة بزاف ديال الوقت. آخر حاجة غادي نهضرها خصكم تعرفوا أنهم من ابتداءً من سنة 2023 شهر واحد حتى لحاليًا شهر نوفمبر اللي هو 27 فيه المغرب صدر 2 ديال البطاقات البنكية اللي خداوهم المواطنين. يعني فعلًا واحد القدر اللي هو ما ساهلش، 2 مليون واحد القدر اللي هو كبير بزاف. يعني وصلنا للنهاية ديال لا فيديو، كنتمنى هاد الفيديو يكون عجبكم بزاف. بطبيعة الحال إلا عجبك الفيديو ما تنساش أنك تضغط على زر لايك وزر الاشتراك وتفعل هاد الجرس باش فوق ما نلح واحد الفيديو يوصلك على طريق نوتيفيكاسيون. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، كنشكركم بزاف على الاشتراكات ديالكم، كنشكر أي واحد كيخلي لي واحد الكومونتير اللي هو زوين تحت الفيديو. شكرا لكم بزاف. إلا كنتي أخويا ولا أختي أول مرة غتفرج فيا ما تنساش تضغط على زر لايك وزر الاشتراك وتفعل الجرس باش فوق ما نلح واحد الفيديو جديد يوصلك حتى على طريق نوتيفيكاسيون. أي واحد بغى شي حاجة ما ينساش أنه يخلي لي في الكومونتير، أي واحد بغى شي فيديو ما تنساش كذلك أنه يخلي لي في الكومونتير. كنشكر أي واحد كيخلي لي واحد الكومونتير اللي هو زوين، كنشكر أي واحد حتى هو شارك معايا في القناة ديالي مؤخرا. شكرا ومرحبا بك أخويا ومرحبا بك أختي، وبسلام عليكم حتى الفيديوهات آخرين إن شاء الله. باي باي عليكم.